الفل، عاملين ايه؟ انتوا مش متخيلين انا مبسوطه واكسايتد قوي لسيريز الفيديوهات دي. ازاي؟ علشان اي ثينك الثلاث اربع فيديوهات الجايين هيبقوا ريليتد باللوكال براندز بس. ده بقى يعني بصوا يا جماعه الكركبه اللي ورايا كل ده سيتس من لوكال براندز بس، ده غير الجزم والشنط. تمام؟ وانا قررت اعمل كده علشان كذا حاجه. اولا انا بجد بقيت مبسوطه قوي وفخوره قوي ان اللوكال براندز بقوا اوير بالكواليتي، وبقوا اوير بالسايزز، بقوا اوير بالالوان وبالترندي وبالستايلز وكل حاجه. فانا مبسوطه قوي ان انا تقريبا نص دولابي ان ما كانش 3/4 دولابي كله بقى كله لوكال براندز. دي حاجه حلوه جدا، انا مبسوطه قوي. ومش مبسوطه علشان اللوكال براندز ما كانوش اوير بكل ده، لا هو انا مبسوطه لان كنا كلنا بنعاني من السايزز عامه. الديزاينز ما كانتش مميزه قوي، دلوقتي بقى الناس كل حاجه بيعملوها بطريقه بيرفكت. الكواليتي بقت بجد والله العظيم بقت زي بره عادي جدا. وانا بصراحه ما بحبش اقارن، بس علشان لو في ناس بتحب تجيب براندز من بره او براندز عامه، فاللوكال براند كواليتي بتاعتها بجد حلوه. انتوا بس محتاجين تروحوا تختاروا المكان البيرفكت ليكوا عامه. انا جبت فرايتي كبيره قوي من اماكن كتير مختلفه، وفي اماكن انا جبت منها كذا ست او كذا حاجه عامه، لان انا اوريدي حبيت اللوكال براندز دي كطريقه وكسايز وككواليتي وكالوان. ويعني انا حسيت ان لبسي اتليست وستايلي هلاقيه عند البراندات دي. انا مش عايزه اطول عليكم وعايزه ادخل في الفيديو على طول واوريكم. انا هشرح لكم بالظبط الست دي وهقول البروز والكونز بتاعت كل ست فيهم، وهلبس لكم الست واوريكم ايه اللي عجبني ايه اللي ما عجبنيش، ايه الماتيريال تبقى عامله ازاي، ناخد بالنا من ايه ما ناخدش بالنا من ايه. انا كل اللي انا لبسته ده كل اللي انا هوريه اوريدي كنت لبسته ومجرباه. يعني انا عامله اليوتيوب فيديو ده متاخر جدا. ولو في اي لوكال براندز انا ما قلتش عليها وحابين ان انتوا تقولوا لي عليها، هستناكم تقولوا لي في الكومنتس علشان عايزه اكيد هبقى اجربها. مع ان انا عملت اسك على الانستجرام مره، لقيت ناس كتير قوي بتبعت لي لوكال براندز كتير تعمل بلس سايز، فاتبسطت قوي ان في ناس بتعمل سايزز اكبر من لارج تو بي اونست يعني، وبتلبس مقاسات كبيره. انا كل فيديو هوريكم تقريبا 5 سيتس علشان ما اطولش عليكم قوي، لان لو وريت لكم كلها السيتس كلها الفيديو هيبقى طويل قوي، فهقسمه على كذا فيديو. بصوا يا جماعه عشان نبقى متفقين، انا مش هعرف يعني انا مش هقدر ان انا استايل كل ست بشنطه وجزمه معينه وطرحه معينه. فانا هلبس بيزك اسود او ابيض وطرحه سودا او بيضه، وهبقى حافيه حتى مش هلبس سليبرز. انتوا خدوا الست اعملوا لها ستايلنج بالطريقه اللي انتوا عايزينها، علشان بس انا مش هقدر ان انا هتعب بقى كل شويه عماله بغيره كده. تمام؟ طيب فككم من الاوضه المكركبه دي، كانت اوضه اختي فطبيعي مكركبه عشان اختي لسه متجوزه. تمام؟ طيب نيجي في اول ست. دي براند اسمها سيفيليان كلوذينج. تمام؟ هي لوكال براند. انا جبت منها الابيض وجبت منها الزيتي. هوريكم الزيتي كان عليهم سيل تقريبا كانت ب 420 حاجه كده يعني، في الرينج ده يعني. انا جبت منها الابيض ومبسوطه جدا منها، لان حوار الساتس ده انا ممكن اطقم الكارديجان لوحده، البسه على حاجه لوحدها، والبنطلون البسه لوحده. البنطلون واسع ومش يعني مش شفاف الشفافيه اللي هو بيبين كل حاجه، بس عادي ممكن تلبسي اللي هو البانتي الشورت، او ممكن نلبس الشورت القصير ده مش هيبان قوي يعني. هي مش شفافه الشفافيه اللي هو هبين يعني. انا عجباني جدا الماتيريال بتاعتهم حلوه، فانا دي تو بي اونست يعني 9 من 10. الواحد من 10 سحبتهم علشان ستيل هي شفافه سيكا يعني. هي مش شفافه، هي شفافه سيكا يعني، بس طولها حلوه قوي يعني. هي من تحت مغطيه لحد تحت، فطولها حلوه قوي وواسعه ومريحه. كنت مره لبستها على سويم سوت لوحده من غير الكارديجان والعكس صحيح. دي سايز 2X دي، والزيتي بتاعتها سايز 2X. دي تاني ست اللي هي الزيتي. انا بقى بحب الزيتي بصراحه اكتر من الابيض شويه، مع ان الابيض بالنسبه لي لون مبهج اكتر. تمام؟ بس انا حبيت الزيتي اكتر لان هي بتدي فايبز ان هي اوسع، مش عارفه ليه، مع انهم هما الاثنين نفس المقاس، هما الاثنين 2X. تمام؟ نسيت اقول حاجه يا جماعه، ان هما الاثنين بيجوا معاهم حزمه، حزام كده ماشي، بس انا ما حبيتش ان انا الحزام عليا مش عارفه ليه يعني. هو ده 2X بس تلبيسه مش صغير سيكا، تلبيسه مظبوط يعني، لايك غالبا ترو تو سايز شويه، مش اوفر سايز. فالحزام ما حبيتهوش يعني. بصوا لما بربط الحزام مش عارفه ما بيعجبنيش قوي يعني، بحس ان انا مش مرتاحه قوي، مش عارفه يعني ما عجبنيش مش عارفه. فانا ما بقتش استعمل الحزام قوي، بستعمل بس الطقم كده وخلاص. يو كان ستايل باي طريقه. طبعا بلبس
حاجه بقى ملونه زيتي مع مش عارف بيه، او الكالر باليت بتاعته يو كان ستايل باي طريقه. انا مش شاطره قوي في الستايلنج، انا بلبس حاجات بيزك قوي على بعض، ولما بحس ان انا مرتاحه بنزل، لو حسيت ان انا مش مرتاحه مش بنزل. يعني انا حبيت الصراحه، يعني ستايل ممكن يكون مختلف مع انه هو بيزك جدا، بس انا مش عارفه ليه هو ستايل مختلف. الماتيريال انا مش عارفه، غالبا هي الماتيريال اللي هو اللينن او الكتان اي ثينك. انا مش بفهم قوي برضو في الماتيريال، مش بفهم فيهم قوي، بس هي مش بتحرر، هي حلوه جدا ومريحه قوي. سيفيليان كلودينج كسبوها. سات معانا دي برضو لوكال براند، اسمها كل اللي هوريهم لكم كده كده لوكال براند، تمام. اسمها اس كي فاشن، ماشي. البنت اسمها سلمى خالد اي ثينك. انا البراند دي مش اول مره اتعامل معاها، اتعاملت معاها قبل كده السنه اللي فاتت، وجبت من عندهم 2 سيتس. تو بي اونست هي بعتت لي السيتس دي وانا جربتها وفعلا عجبتني جدا، بس عندي مشكله واحده بس مع السيت دي، لونها حلو قوي، طولها حلو قوي، وسعها حلو. اي ثينك برضو المقاس اراوند 2x، بس مشكلتي مع القماشه وتشيز. انا حاسه ان في حل، انا مش عارفه ايه هو الحل. دلوقتي كلنا يا جماعه عادي، يعني حتى لو حطينا ديودرنت او كده وبتاع مفيش مشكله مع اليوم والحر والشمس دي بنعرق، بس عارفين في نوع من القماشات، معلش انا نازله اندر شيرت، اللي بتقفش في العرق وبتدبلره. يعني انا معايا عليها 2 سيتس، القماشه دي بالذات مش عارفه ليه فيها حاجه، بس القماشه دي بعد ما غسلتها، انا غليتها عادي جدا، غليتها الموضوع راح. انا عايزه ادور وانا في، بس لو حد عايز يجيبها بيرفكت. هي برضو طويله وواسعه اهو، لذيذه جدا. التوب من فوق طويل سوري، التوب طويل من ورا وقصير من قدام، فعامله كده حركه. هي شيرت، هي مش شميز، هي يعني بتتقفل هنا التوب، يعني بيتلبس وكده. واللون بالنسبه لي حلو جدا، وسو يعني اللي هو النيوترال كولرز دي بقى السيت دي ماي فيفورت بجد. انتوا مش متخيلين انا بحب السيت دي ازاي بكل تفاصيلها، ما عدا تفصيله واحده بس. كان في هنا زي سترينجز نازله علشان تعمل منظر، يعني انا السترينجز دي كانت بتعصبني، كنتش عارفه اربطها، كل شويه بتفك فشلتها كلها. بس السيت دي انا بحبها قوي لان هي انا ما عنديش سيت بلاك اون بلاك كده، ماشي. ده اولا. ثانيا هي اوفر، يعني طولها حلو وسعها حلو، القماشه اللي بتمط اصلا، فهي حتى لو هي مش واسعه يعني مرحرحه كده، وفيها من تحت كده زي سليت صغيره كده، يعني اللي هو ايه، فيها حركه من هنا يعني، فاللي هو بس ما تقلقوش الحركه دي مش بتبين الرجل لان هي تحت خالص، فهي فاهمين، فما تقلقوش يعني، مش حاجه وحشه. ده شميز مش توب، شميز، فحلو قوي ان انا ممكن البسه على حاجه ثانيه، استايلت بقى، افتحه واقفله واعمل بيه اللي انا عايزاه. فانا حابه قوي 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 ان بجد ممكن السيت دي، انا السيت دي والسيت اللي هي البيج اللي قبلها، الاثنين دول من سلمى خالد ديزاين، بحب قوي 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 البسهم اللي هو ايه في المشاوير، اللي هو انا النهارده اليوم طويل، اكتر سيتس مريحه وعمليه جدا، والكالرز بتاعتها نيوترال، اللي هو يعني مش هويست الكالرز الحلوه مثلا زي السيتس اللي هوريها لكم مثلا زي دي، فاهمه؟ زي الحاجات دي هبقى اوريها لكم طبعا في بارت 2، ده بارت 2 هوريكم في بارت 2 الفيديو الجاي ان شاء الله. فمش هويست الكالرز بتاعتها في ان انا مثلا بدل ما البس دي على البحر هروح بيها مشاوير، لا دي هخلص بيها مشاوير، ممكن اخرج بيها عادي خروجه لذيذه، خروجه سريعه، راح اخلص حاجات، بروح العلاج الطبيعي بالسيت دي اكتر يا جماعه، لان فعلا السيت دي بتترفع على حد هنا وانا عندي مشكله في الحوض، فلازم علشان الدكتور ادالك لي رجلي تفاصيل مالكوش دعوه بيها، بس بقول قد ايه هي مريحه، وبلبسهم كتير جدا جدا جدا. ودي لا ما عندهاش القماشه دي، ما عندهاش مشكله العرق اللي قلت عليها المره اللي فاتت. فاضل لي اخر سيت من براند اسمها ريفاي، هوريها لكم. اللون خطير يا جماعه، انا عمري ما كنت عندي الجراءه ان انا البس اللون ده بعد الابيض، فهوريها لكم تكون دي اخر سيت معانا في البارت ده من الفيديو. ايه رايكم؟ بجد اللون خطير يا جماعه، السيت دي انتوا مش متخيلين هي ازاي مريحه، مش شفافه. لوكال براند اسمها RFFI ريفاي تقريبا. السيت دي خطيره، انا قضيت بيها يوم كامل من مشاوير ومن علاج طبيعي ومن خروجه، وكانت رهيبه واستحملت وخفيفه قوي. الكواليتي بتاعتها جميله جدا جدا، سوري. وعندها برضو نفس اللي هو السليت اللي من تحت دي، تمام؟ مش عارفه شايفينها ولا لا، وبرضو هي من تحت خالص فمش مفتوحه قوي تبين كل الرجل. واللون بتاعها رهيب، يعني مش الاورنج الفاقع، الاورنج اللي هو
حلو، يعني اللي هو هلبسه وهلبسها كذا مره، وهطقم برضو التوب على بنطلون والعكس. برضو التوب لذيذ من ورا يعني واصل شويه، ومن قدام قصير شويه. كده نكون خلصنا اول بارت من سبورت لوكال براندز او شوب لوكال، سموا السيريز دي زي ما انتوا عايزين تسموها. ففي 2 بارتس تانيين للسيتس، استنوهم ان شاء الله هينزلوا يعني قريب او الاسبوع الجاي على حسب، هنزلهم على طول علشان بجد بجد تلحقوا تشوفوا ال3 بارتس دول يا جماعه عباره عن فرايتي اللي انا هنزلهم. يعني ده معناه ان في فرايتي كبيره قوي من السيتس ومن اللوكال براندز اللي بيعملوا الكواليتي حلوه وبيعملوا سايزز حلو. كل السايزز اللي وريتها لكم دي كانت تقريبا 1 اكس لارج او 2 اكس لارج، لو في حاجه اكبر اوكي. كلهم بيلبسوا يا اما ترو تو سايز يا اما اوفر سايز شويه. عايزاكم تقولوا لي ايه اكتر ست من الخمسه اللي وريتهم لكم في الفيديو ده عجبكم، وخشوا شوفوا كده اللوكال براندز، ممكن حاجه ثانيه تعجبكم، مش لازم الست اللي انا لبستها، ممكن حاجه ثانيه تعجبكم. لو في حاجه جات لي جيفت، انا بقول جات لي جيفت ومش ببقى عارفه سعرها قوي تو بي اونست، انا اسفه. ولو في حاجه انا اشتريتها بفلوسي هقول ان انا جبتها بالسعر الفلاني. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي وبحبكم.